كيرفيو. لا خلاص، لا صح. كنت بتقولي ايه بقى يا خديجه؟ قولي حاضر. ارفعي صوتك كده، مالك موطيه صوتك. كنت بقول انه في فرق ما بين لما تكوني مثلا في القاهره وعندك كيرفيو وقت كذا، وفي الساحل يبقى كيرفيو تاني، لان انتي في الصيف وعقبال بقى ما تنزلي الميه وتطلعي وتستحمي وتلبسي وتخرجي، وبالذات ان الساحل زحمه عشان كل حد بيصيف. خديجه ما تكمليش. المهم الكيرفيو ده يعني ايه بالظبط؟ برضو ما عرفتش معناه. انت بتشرحي ليه يبقى فيه كيرفيو، اشرحي بقى ايه الكيرفيو ده حبيبتي، عشان احنا دقه قديمه ما بنفهمش. اللي هو الوقت اللي المفروض تكوني في البيت، او اللي هو وقت الرجوع كده. اللي هو اللي الناس بتمد فيه الوقت يعني، ولا الوقت اللي هو المحدد لك كل يوم ترجعي فيه؟ على حسب فين، وعلى حسب فين يعني. مثلا يعني لو في الساحل ما على حسب بقى، على حسب البيرنت، ما تهربيش. على حسب البيرنت هو حسب الاب والام. هم عايزين اولادهم في البيت الساعه كام كده. طب خليكم معانا يا جماعه في القصه دي. طيب بصوا يا جماعه، كيرفيو دي كلمه الحقيقه عامله لي استفزاز جامد جدا. كيرفيو دي كلمه منتشره بين الشباب اللي هم او البنات، ان هم يرجعوا في وقت معين يوميا، والميعاد ده يعني بيتاح انه يعني يمتد اكتر في الصيف. افتحي التكييف. بيمتد اكتر ايه في الصيف. خلاص، انا اللي مزعلني ان انا لقيت بعض الاماكن وبعض البنات سهرانه من بالليل لحد الظهر ما جه عليها. انا مش بقول ان انت بتعملي، ممكن تكوني يعني عادي، يعني بتسمعي مزيكا مع اصحابك، يعني مش لازم تكوني بتعملي حاجه مشينه، بس انت تضمني لما تخرجي من المكان انه ما يكونش حد بره المكان ده يروح لقطك، ويعني ممكن يحصل اي حاجه. الحوادث اللي بتحصل على طرق الساحل اللي احنا يا رب اللهم عارفين، عفو عنا يا رب، ومأساة يعني. مش خايفه منها، مش خايفه حد يكون سايق وهو مش متزن انه انت يحصل لك حاجه. على الاب والام، يعني حضرتك وحضرتك نايمين في البيت وبنتي بايته بره. ما هي بنتي يعني في الحفله، ممكن تصور لك كانها في حفله. طب هل ده مبرر؟ هل ده مبرر انها تفضل سهرانه من بالليل لحد الظهر؟ بعدين يعني احنا مش كده، احنا عاداتنا مش كده. انتي سامعه ولا لا؟ طبعا انا بنتي عمرها ما جت قالت لي كيرفيو لحد الظهر ولا الصبح ولا الفجر ولا الكلام ده، لانه انا بحافظ عليها وبعودها ان في ديسبلين في الحياه، ولازم ان انا اسالها كل يوم كيف حالك مع الله. يعني الحياه بتبدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزه ادخل في الدين لان انا مش اهل الدين ان انا اتكلم فيه، لكن انا عايزه ارجع واقول تاني يا جماعه الاهالي والاسر، ارجوكم خلي بالكم من البنات، ما تخلوهمش يسهروا من بالليل لحد الظهر. انا بشوف بقى اللي هو الظهر بقى لبسنا النضاره الشمس وابتدينا ان احنا يعني الجزء الثاني او الثالث من الحفله. هو ليه ما ينفعش حفلات بالنهار ان انا ابدا الظهر واخلص بالليل على الساعه 10؟ ليه ما ينفعش يبقى الكارفيو بتاعي اسمه كارفيو حبيبتي؟ كارفيو ما ينفعش يبقى لحد مثلا